ازاي احافظ على قلبي من الرياء؟ الرياء اني اعمل عمل المفروض يبقى يبتغى به وجه الله، زي الصدقة او زي الصلاة او ايا كان، اعمله عشان الناس تراني فتحمدني وتشكرني. مبدئيا اي حد خايف من الرياء هو ما عندوش رياء. اللي عنده رياء هو اللي بيبرر الرياء، اللي يقول لا على فكرة ولا اي حاجة ولا الناس فارقة معايا. لا، الناس فارقة معانا كلنا. الاولياء والانبياء والصديقين الناس مش فارقة معاهم. احنا الغلابة اللي ماشيين على سطر وبنسيب سطر، لا الناس تفرق معانا جدا. فمبدئيا لو انت خايف من الرياء ان شاء الله تبقى مخلص. والرياء بيروح بحاجتين: معرفة ربنا، فكل ما تعرف عن ربنا وتقرأ عن أسماءه الحسنى وتفهمها أكتر يعظم في قلبك، فالدنيا تصغر والبشر يصغروا. فما تبقاش مهتم انك انت بدل ما تصلي لله تصلي عشان واحد يقول لك ما شاء الله يا عم الشيخ. بدل ما تنفق لله تنفق عشان واحد يقول ما شاء الله كريم. معرفتك بربنا هتمسح قدر الخلق من قلبك. فاسمع كتير عن اسماء الله الحسنى واقرا كتير عن ربنا. الحاجة التانية دعوة وصى بها النبي في اذكار الصباح والمساء عليه الصلاة والسلام. يوم ما قال يعلمنا نقول اللهم اني اعوذ بك من ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه. اللهم اني اعوذ بك من ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه. فبالدعاء ده ومعرفة ربنا يروح الرياء خالص.